كلنا حاسين إن في حاجة غلط. العالم كله دلوقتي عايش في فقاعة ذكاء اصطناعي ضخمة، والكل عارف إنها هتنفجر، بس الخلاف كله على إزاي هتنفجر. في فريق بيقول بسبب التلاعب المالي زي أزمة الدوت كوم، وفريق تاني بيقول الحكومات هي اللي هتخنقها بالقوانين لحد ما تنفجر. لكن الجديد بقى إن في سردية جديدة ومرعبة بتقول إن الانفجار ده هيحصل بسبب النماذج المفتوحة، والصين قررت تستخدم ده كسلاح نووي اقتصادي علشان تدمر هيمنة أمريكا التكنولوجية. والمفارقة بقى إن الصين امتلكت السلاح ده بسبب غلطة قاتلة ارتكبتها شركة فيسبوك ومارك زوكربيرج من غير ما يقصدوا. ايه اللي لم الشامي على المغربي، وايه علاقة فيسبوك بالصين بانفجار الفقاعة؟ كوباية القهوة بتاعتك وركز معايا. شهر مايو 2023 جوجل كانت في قمة الرعب بسبب نجاح شات جي بي تي، لكن وسط الرعب ده ظهر مذكرة مسربة من مهندس كبير في جوجل بيقول فيها بالحرف احنا ما عندناش خندق نحتمي فيه، ولا حتى اوبن اي اي عندها. الراجل كان بيصارح ادارته ان الخطر الحقيقي مش جاي من المنافس الكبير، الخطر جاي من المصادر المفتوحه، من جيش المطورين اللي بيقدر يعمل نفس الشغل بتكلفه ولا حاجه. وعلشان نفهم ازاي ده حصل لازم نرجع لمارس 2023، اللحظه اللي ارتكب فيها مارك زوكربيرج المصيبه. في الوقت ده ظهر ملف تورنت على الانترنت فيه نسخة مقرصنة من نموذج لاما اللي فيسبوك صرفت عليه مليارات. فجأة الكود السري ده خرج، والصين ما صدقت لقت الهدية دي، أخدوا الكود وفككوه، وبدل ما يبدأوا من الصفر بنوا عليه إمبراطورية كاملة. ومن هنا اتفتح باب الجحيم على الشركات الغربية. بقى عندنا ذكاء اصطناعي صيني بيناطح في الكبار بس ببلاش تقريبا. ودراسة من معهد MIT بتقول ان النماذج المفتوحة بتكلف الشركات سدس التكلفة مقارنة بنموذج OpenAI. تخيل معايا لو شركة أمريكية بتدفع 100 مليون دولار ممكن تاخد بديل صيني وتدفع 1.2 مليون دولار بس، يعني توفر 90% حرفيا. ومفيش مدير في العالم يقدر يرفض الرقم ده. الصين دخلت اللعبة دي باستراتيجية ذكية جدا ردا على العقوبات الأمريكية. أمريكا منعت عنهم شرائح انفيديا المتطورة، فالصين قالت تمام انت منعتني من الهاردوير، انا هغرق العالم كله بالسوفتوير. التحرك ده ضرب النماذج الربحية للشركات الأمريكية في مقتل، لأنهم بانيين خططهم على ان التكنولوجيا دي نادرة وغالية جدا. الصين خلتها ببلاش ومتاحة للكل. والمفارقة العجيبة ان الحظر الامريكي هو اللي خلى المهندسين الصينيين اكفأ، لانهم اضطروا يطوروا نماذج خفيفة وسريعة تشتغل باقل امكانيات، عكس الامريكان اللي عندهم رفاهية الموارد فبيعملوا نماذج ضخمة ومكلفة. والنتيجة السوق العالمي بيشهد هجرة جماعية للنسخ الصينية. في أقل من 12 شهر حصة النماذج الصينية نطت 0.2% لأكثر من 30%. والمصيبة الأكبر إن حتى الشركات الناشئة في قلب وادي السيليكون بقت بتستخدم النماذج الصينية في الخفاء عشان طبعا توفر فلوس، لدرجة إن الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb قال علنا إن الشركة بتفضل نموذج كوين الصيني على شات جي بي تي. ليه؟ لأنه أسرع وأرخص. الوضع ده بيثبت ان مهندس جوجل اللي كتب المذكرة كان عنده نظرة. كل الحجج اللي الشركات الغربية كانت تتبرر بيها اسعارها الغالية زي البيانات الحصرية او العقول النادرة طلعت اوهام. لما تحط فريق مغلق مهما كان عبقري في مواجهة مجتمع مفتوح من مئات الاف المطورين، الكثرة والتنوع بتغلب العبقرية الفريدة. في النهاية الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة التحول لسلعة زي الكهرباء بالظبط. زمان الكهرباء كانت سحر، دلوقتي هي مجرد فيشة في الحيطة، ما يهمكش بقى جاية منين، المهم النور ينور. وده اللي بيجاوب على سؤال الحلقة: الفقاعة هتنفجر لما القيمة تنهار بسبب الوفرة. اللي هيكسب هو اللي بيصنع العربية، يعني التطبيق اللي الناس بتسوق له فعلا. الشركات المنفوخة دي ممكن تفضل عايشة بس تقييماتها الخرافية دي لازم تنتهي. وبس كده يا سيدي، دي كانت حكاية النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.